باين هذا المحل ملان اشكال الوان الا نلاقي طلبنا فيه يعني. شوفي شو بيعجبك اذا شو بتقصد؟ خير شباب؟ لا بدي افهم انا شو بتقصد انت؟ شباب شوفي ليش عم تطلع على مرتي؟ لا لي شايفها ولا لي شايف مرتها. شو يعني؟ بدك تخانق؟ لك شو يعني؟ بدك تخانق؟ روبا ما هسه حضر فيك عم بقول لك. لك هلا شو؟ روبا ما هسه حضر فيك. بدك تخانق قل لي. لك عم بيروح. انت قد مرتي انت، لك انت قد مرتي انت. لك روبا ما هسه حضر فيك انا. ولا ايش كنت تخبي؟ خيره يا خيره 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 تعال طولي بالك خيره الله يخليكي. ما بدنا نعمل مشاكل نحن. وبعدين يعني شفتيني انا ما سكت له، قلت له شفتك لك انا بالاول قلت لك ما بدي اطلع عليه لقلبي نازني منها. حصل خير يلا خلينا نشوف شو ناخذ له. شو رايك؟ عجبك شيء من هون ولا نفوت؟ بركي عندهم شي عباية وبرجمل نبعث له اياهم. عباية وبر جمل؟ ايش ناقصهم جميل باستراليا تبعث لهم عباية؟ خيو يا غباني يا اما مو زيك. طيب فوتوا لنشوف بركي بنلاقي شيء يعجبك. يا عم ها الواحد هو مرته رجوع فاتوا على المحل. إيه، يلا يلا خلينا نطلع على الهواء مباشرة. 5 4. أعزائي المشاهدين نحييكم من هذا المحل من معرض سيف الشام في أحد أحياء دمشق القديمة، وقد انتقلت بنا كاميرا التلفزيون على الهواء مباشرة في هذا البرنامج، في برنامج صدفة، ونلتقي صدفة بأول زباين عم يفوتوا المحل. يعطيك العافية. يعطيك العافية. خيره تعال شوفي عم يصوروا تلفزيون. تعال شوفي خيره. نحن هي التصوير هاي. نحن كاميرا تلفزيون ببرنامج صدفة وحابين انه نحكي معك شوي طبعا اذا ما عندك مانع. يعني انتوا على الهواء هلا؟ نحن على الهواء مباشرة. ان شاء الله امي تكون فاتحة علينا مشان تشوفنا. ان شاء الله يا رب. نتعرف عليه؟ انا نتعرف على حضرتك؟ وحضرتك ست ايمان رحبي؟ ايوه انا ايمان من التلفزيون. نحن هون برنامج صدفة مثل ما قلت لك. نحن على الهواء وحابين يعني اذا سمحتوا ما عندكم مانع ناخذ ونعطي شوي مع بعضنا، نعمل دردشة بسيطة. ما عندك فكرة يعني قديش انت احلى من التلفزيون. الله يخليك يا رب. شكرا كثير شكرا كثير لك. يا اخ شو الاسم؟ انا ابو الهنا توكلنا، وهذه جوزتي ام الخير. بس تخلي وجهة نظرك على الكاميرا اذا سمحت. حضرتك مدامته هذا طبعا شيء واضح. شو بتشتغل حضرتك يا اخ ابو الهنا؟ انا بشتغل موظف درجة تاسعة في. خلي بس وجهة نظرك على الكاميرا. موظف درجة أيوة. تاسعة أيوة. في دائرة الهوامش الورقية. اهلا وسهلا. وانا موظفة بالاعلام. حضرتك موظفة كمان. يا ترى انتم فايتين على المحل لأول مرة؟ نعم. شو بدك تشتري؟ في شيء معين حابب تشتريه من المحل؟ نعم نحن هلا الحقيقة جايين نسوم يعني، لأنه جاءنا رسالة من سيد رياض ابن خالد جوزتي في أستراليا يريد شغلة شرقية يعني من ريحة البلد. ولشو يا ترى يا أخ أبو الهنا توكلنا مثل ما حضرتك قلت لي ابن خالد زوجتك هاجر لأستراليا؟ يعني احكي يعني بقدر احكي بصراحة؟ طبعا يا أخ أبو الهنا بدي إياك تحكي بصراحة، يعني خذ كل راحتك بالحديث. يعني إذا حكينا بصراحة حكينا ما عليه مسؤولية، يعني بقصد إنه ما بتقطعوا لنا إياه مثل العادة؟ لا هو أكيد قطع ما في، لأنه نحن طبعا ببرنامج على الهواء. إنه موظف مثلي، وتعلمين جيدا أن راتب الموظف لا يكفي، وخاصة في هذا الغلاء، حيث أنه بس إذا سمحت نخلي وجهة نظرنا على الكاميرا إذا بتريد. نعم. أيوة. حيث أنه الأسعار تقفز من يوم إلى يوم، ومشكلته الأخرى أنه ليس عنده بيت، فكان ينتقل كالسعادين من بيت إلى بيت بعقد سياحي، وسمع وقتها أن أستراليا طلبت مهاجرين. أيوة. مهد خيره؟ مظبوط. أيوة. فقدم طلبا وقبلوه وهاجر إلى أستراليا. طيب يا ترى هو هلا كيف أوضاعه بأستراليا؟ إن أوضاعه العال. يعني
كثير مبسوط، يعني كثير كويسه اوضاعه. يعني تصوري خيته انه هونيك هو بيقبض بشهر، بصمد بشهر قد ما كان يقبض هون بسنه من الوظيفه. طيب وحضرتك يا اخ ابو الهنا ما بتفكر انه تسافر على استراليا لعنده؟ يعني مثلا خاصه انه انت كمان موظف واكيد معاشك ما عم يكفي. مو بس انا موظف، نص السامعين موظفين وبيعرفوا الحقيقه. طيب اذا سمحت لي يا اخ ابو الهنا بهالسؤال، انه حضرتك ما فكرت تهاجر لعنده على استراليا؟ شيت ما فكرت. ايوه يا ريت يا ابو الهنا نسافر، يا ريت. لا يعني كأمل خير. كيف يا ريت؟ يعني نملي ندبر لك محاشي وقبيوات باستراليا؟ لا يعني انا ما فهمت عليك، هلا رح بتسافر ولا ما رح بتسافر؟ كلا. طب ليش؟ شو السبب يا ترى؟ لانه مثل ما بيقول المثل بمحله امطار الرطل. لا عفوا اخ ابو الهنا، انا بعرف المثل بيقول الرطل بمحله امطار. نعم هذا ايوه هذا هو. يعني انا هنا بين اهلي واحبابي واصحابي، والغربه صعبه علي. مثلا يعني خذي مثلا امني. ايوه امني التي حملتني 9 أشهر في بطنها، كيف اتركها؟ تخبرني هالطلة يا ابو الهنا. شوفي ما في مناسبة الا بجيب سيرتي فيها وبيتحش اسمي. مرضي يابرني. الله يخلي لك يا مختصر خان. صدقيني ابو الهنا زينة شباب الحارة والكل بيحلف براس. لك اسكتي خلينا نفهم البرنامج. لكان بفهم من حديثك يا سيد ابو الهنا انه حضرتك مرتبط بشكل ما بالوالده. نعم ست إيمان، يعني إذا مر يوم وما شفت الست الوالدة بضعف، ترتفع حرارتي، سلامتي، مو هيك خيره؟ مزبوط، نحن كل يوم بنعدي على مرت عمي، مو هيك ابو الهنا؟ الله نعم. يخلي لك اياها يا رب. يخليكي. ولو تشوفي أرض الديار عند الست الوالدة والبحر، جربي البحر شوفي. ايوه كيف شايفة قعدة البحر؟ والله هي قعدة البحر ما في منها. يعني القعدة عند الست الوالدة هيك جنب البحر والمي عم تاخذ خدق، والنوفرة تسوى استراليا والعالم كلياته. بدك تشرفينا ست إيمان شي يوم لعنا بحضور خير يعني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. تشوفي القعدة جنب النارنجة بترد الروح، وبنعمل منها كل سنة شي أطرميزين عود. تقبرني شو مبلضم. انت ما جاب سيرتك، بتضل الام غير شكل. بتكون نسوة. هكذا الأم، والجنة تحت أقدام الأمهات. شريك خير، وليش نعرتيني؟ حكيت غلط؟ لا ما حكيت غلط، بس نسيت امي، ما جبت سيرتها ولا بكلمه. نعم نتابع. تفضل. ثم إنني كيف أهاجر إلى أستراليا وأنحرم من شوفة حماتي؟ بس عفوا عم نحكي علي لك ان شاء الله بيسلم هالدم. بنتك نعرته، ابو الهنا ما بيجيب باله هيك شيء، وأنحرم ابني وبعرفه. طيب يا سيد ابو الهنا، انا هلا بدي اسالك سؤال هو يمكن محرج شوي، انه انت بتحب حماتك مثل ما بتحب امك، يعني بنفس الدرجه بنفس المستوى، شو ممكن تجاوبني؟ يعني أستطيع أن أقول أني أحب الاثنتين، ولكن كل واحدة محبتها شكل. يعني إذا سألت نفسي لماذا تحب حماتك يا أبا الهناء، فأقول أحب حماتي لأنها أم لمرتي. نعم. ولكن يعني ككل الحموات دائما حماتي تبخ قليلا على أمي. نعم. ولكن أيضا أمي لا تقصر، تبخ على حماتي كثيرا جدا. ان شاء الله هلا وانت عم تبخي علي كمان. نعم. انت ما عم تقصري كمان، هذا حكي ابنك. اسمحي لي بالفنجان، هذا الطقم ما بدي اعدمه، بخاف ينكسر لانه. جلسي عرفتك مسروق، هاتي لي ركزه دقنك. قلت له لابني ما بدي هالصلحه من اساسها. ثم في شغلة تانية يعني. عفوا يا سيد ابو الهنا، الشغله الثانيه انه تخلي وجهه نظرك دائما عند الكاميرا. عفوا. وبعدين في شغلة تانية، يعني مثلا في بحارتنا سمان اسمه أبو أسعد. أيوة. رجال معدل كتير وعنده دكان. أنا لو هاجرت لأستراليا وما ظل معي مصاري عملة يعني
بجوع ولا ما بجوع؟ بجوع يا ست إيمان. بينما هنا يعني بروح لعند بنط لعند عمي أبو أسعد وباخذ الدكان كله على الدفتر لا يردوها عني. رجال معدل كثير أبو أسعد رجال معدلهم كثيرا. نعم. دم أخلصوا. طيب تفضل. ثم انه مثلا يعني مثلا بتاخر عليه بالدفع شهر شهرين. فكرك في شي مره طالبني؟ ابدا. حاجه ابو الهنا، حاجه بكيتني غصب عني يا ابو الهنا، لانك عم تحكي باصلك يا طيب. الناس لبعضها يا ابو الهنا، ونخلي خربي. لانه ما بكون معي مصاري. سمعان شو عم يحكي عني؟ اللي ما بتستاهل، ما كان حكى عنك هيك. لكن عنده عمي ابو اسعد يعني عنده مشكله صغيره انه كثير بينسى. يعني اوقات بناخذ من عنده كيلو، من كثر مشاغله بيسجله على الدفتر كيلوين. وعلى كل حال يعني جل الذي لا ينسى. لا يا ابو الهنا لا، نزعت هلا نزعتها. قديش هلا حطيت لي؟ هدول كيلو مثل ما امروا. خلينا نسينا مرة ثانية لنتأكد. شو عم تخوني؟ حاشاك، بس خلينا نتأكد بركي حاطط أكثر. معقولة يعني؟ هذا زينو. زينو معقولة يعني واحد. ها شوف يا لطيف شرف هدول كليين، لك هدول كليين تنزعهم ها؟ أنت اللي نزعتها. هو دائما يا سيد توكلنا ويا مدام توكلنا. خيره مو مشكلة خير، وبيقولوا بانه الجار قبل الدار. فانت يا مدام شو رايك بهالمثل هذا؟ في جيراننا كويسين ممتازين اوادم حبابين ما في مثلهم ابدا. طيب في جار يا ترى معين بجيران؟ كلهم معينين. نعم. يعني ونعم الجيران واقولها بملء فيه فمي. نعم. مثلا خذي مثلا جارنا ابو رامي والست ام رامي عيلته ناس كثير ملاح. في شيء مره طلبنا منهم ذره ملح او كاسه رز او غلوه شاي وما اعطونا كلا. خلص ابو الهنا خلص. شايف قديش ابن حلال هالابو الهنا شايف؟ منظوم هالابو الهنا ما في منه بنوب. بسنتك لك ام رامي كم مره مدحت لك فيه وبمرته؟ كثير. مثلا جارنا ايضا شغله ثانيه على ابو رامي، هو رئيس لجنه البنايه عنا بس بدفعنا كثير بس بيظبطها للبنايه يعني. وبيظبط حاله بكم قرش بس ما بيحطهم بالبنك لانه هو يعلم انه الفائده حرام. هو ما بيحب الحرام، بيخبيهم مع امه. في ناس يقولوا يعني انه يمكن بده يتجوز على مرته. ليش لا؟ الشرع سمح له ب4. شو عم يخربط هاد؟ وعكس صدقيه ام رامي. يو معقول يصدقوا؟ اخذ تقبرني هاللقمه من ايدي خاف. لك من كف ما يعدم. عم قوم وين عم بيروح بهالمصاري تبع البنايه عم بيخبيهم عند امه. وان شاء الله كل جيرانكم لطفة وحبابين مثل ابو رامي. كثير حلو الجار لما بيكون له لهفه على جاره. مظبوط. كلهم هيك حبابين ولطفاء. حتى عندنا جارنا ابو لطفي مرته فتحيه. خيره طلعي على التصوير. اذا سمحتي وجهه نظرك على الكاميرا. ايوه عندنا جارنا ابو لطفي مرته فتحيه كثير كويسه وادميه وحبابه يعني بتفهم وراكزه مثل امثال حضرتك يعني. كثير نحن مبسوطين معه جماعه اوادم يعني. الله يخليك يا رب. وشو رايك ابو الهنا؟ انا رايي مثل راي خيره تمام. بعرف طلع على الكاميرا. وجهه نظرك. ايوه. حتى في مرة أنا مرضت من غير اليوم، إجا أبو لطفي ومرته لعندي وقعدوا فوق راسي والست فتحية مرته يعني صارت تعصر لي ليمون وقريف وخيره عصرت لي كمان. أيوة. أنا لو هاجرت إلى أستراليا ما أنسى يعصروا لي أقريفونا، ما أنسى يعصروا لي ليمونا لكي أصحوا. يمكن القريفون كله مو موجود بأستراليا حتى ولا بأمريكا. الله يعزك يا ابو الهنا، الله يعزك. ما عملنا غير الواجب. شايفه بالحين شايفه ابو الهنا ما بينسى المعروف ابدا. كلا يعني ما عندك فكره قديش هالابو لطفي زهراوي ونهفت لي. هو كان عنده 2 نسوان طلقهم واخذ الست فتحيه، ست سكره يعني واموره وحلوه. ومع ذلك بتطلع عيونه شايحه على امسوسه الرقاصه يلي ببنايتنا. ايوه. بيجي بقول له انا لماذا ذلك يا ابو لطفي؟ يعني الناس بيقولوا عنك انك نسونجي، بيقول لي لكان شو بتريد يقولوا عني رجلجي؟ نافي. ابو الهنا بيخترع قصص على كيفه. ايه بده يتظارف على التلفزيون. يتظارف؟ يتظارف على نفسه ما يتظارف على حسابي انا. ايه ولا يهمك ابن عمي، عندي اياك بالدنيا. فتوحتي اشري لي تفاحه. تكرم عينك. ظريفه هاي؟ ايه. ابو الهنا
احكي لها عم عيدو ابو عيدو. منو هدول ام عيدو وابو عيدو؟ جيراننا. يعني مثلا ابو عيدو انا اذا شي يوم ما شفته الصبح لا يهنئوا لي عيشون، بس بيقولوا عنه يعني انه ما له كلمه بالبيت، لكن المساله ليست كذلك، كلا المساله انه هو ناعم. ام عيدو قومي صاحبي. شو قلت؟ انت قومي امسحي البيت احسن ما خربت البيت فوالي تحتاني. سطوف طبعا انت لازم يكون لك كلمه برا، مو عندي هون جوا، فهمت؟ برا وجوا. ليه؟ افتح الباب. صاير له شخصيه كمان، عمل لك افتح ما كمل مسح. ما كمل مسح. لك افتح. ما بفتح. سطوف خلص بقى افتح، ما بعمل لك شيء. علي الامان. عليك الامان، خلصني. طز معك. يعني انتم بهالحاله حكيتوا لي على كل جيرانكم بالبنايه؟ لا نسينا ام سوسو. عفوا صحيح، لسه في جارتنا ام سوسو وهي بتشتغل رقاصه، مشان هيك بصير في بيننا وبينها اوقات شويه زعل. إيه شو عليه؟ المصارين بالبطن تتخانق يعني، وهي صحيح انه يعني خسره للناس بس قلبها لله. لك تقبر قلبي شو بتعرف تحكي. طيب يا استاذ توكلنا، اذا انتم مزعوجين شوي من ام سوسو بالبنايه كيف بتسكنوها معكم؟ نحن مو نحن سكناها، نحن الحقيقه ما بنعرف لا كيف سكنت ولا من اي بلد جاي. عرفتي كيف؟ وما بتلاقي العين بتعتل من هون الا بتلاقي الفايت فايت والطالع طالع، فكره هي ما نعرف مين، هيك فكره. بس الحقيقه اللي بيشتغل عندها على الباب بيحكي لنا. شو خير معلمتي. خير؟ ان شاء الله ما بتشوف طريق الخير يا حاج. ليش شوفي؟ عم تعمل نميمه وتروح تحكي علي. أنا؟ صوني على عينك، هزيت اللي بدني يبليك بهزه. طيب ابو الهنا، هلا انت حكيت لي على جيرانك بالبنايه. نعم. وبالنسبه لرفقاتك، انت كمان صحبه معهم مثل جيرانك؟ نعم. انا اعز رفيق عندي اسمه اسماعيل. ايوه. زميلي بالشغل، يعني ما بلاقي منه، مو بس في استراليا، تنزانيا ما بلاقي منه، بس هالكني من كتر قروا هي بالشغل، يعني بتلاقي بيدخل بسيره يخرجوا من سيره. لا شفتي نكته يا ابو الهنا، نكته بس بيحبني، ما سمعتي؟ ديك اليوم واقفه هيك بنص الكريور ولا على غفله قال لي انا بحبها. يوميتها كان الاستاذ منار مديرنا يعني ومعصب بدري ليش؟ حاولت اسال ودقدس بس ما عرفت، لساتها حسره بقلبي، بس قال لي ابو اكرم من كثر تعصيبه وكسر كاسه الشاي وماسكها، بدك تصل حد يصير كاسات الشاي الفرنسي 400 ورقه، بس شو بدك؟ التركي اهضم منه. بتعرف شو شفت لك؟ شفت لك مسجله ببابين و4 روس، ياباني اصلي مو كوري. ولك اسكت بقى، ما حد يفوت لسانك بحلقان. شباب زهور عم تساير. قوموا ناموا، لا قوموا ناموا. ابدا ابدا انا ابدا ما بلاقي اهضم منه. لو تشوفي ما احلى بس يقول يعدمني ياك يا زهور. بس اذا سمحتي شو بتطلع حلوه من تمه. ويا ترى يا ولا يا عمك زهور. لا هو اللي عم يقول مو انا. يا عمك يعني ما يا عمك يا عمك يعني ازاي يا عمك يا ازاي هلا انت زهور هو اللي عم يقول مو انا. هو ازاي انا بس. يا ترى يا سيد ابو الهنا، اسماعيل هو رفيقك الوحيد بالدائره؟ كلا عندي رفيق ثاني اسمه ابو اكرم البوفجي، هذا يعني بيعمل لنا القهوه والشاي بالدائره. بس شو بدك تقولي؟ يعني احن من اخ علينا، بتعرفي نحن موظفين يعني، وب10 الشهر ما بيصفى معنا الوتكه. هو ابو اكرم بديننا بال1000 وبال2000. هلا انت عمرك سمعتي انه استراليا بتدين حدا بحدا؟ عفوا بقصد يعني حدا بدين حدا باستراليا؟ كلها. هلا يا اختي قلبيها زعلة. طيب شو ذنبي انا اذا كانت المذيعه شافتني مثقف وصارت تسالني الي وما تسالك اليك؟ ابو الهنا انت ليش خليت لي وقت؟ خليت لي دور؟ مذيعه كويسه وشكت عيونك على خدي مثلا وخدي مثلا. خلص خيرو خلص، لا تنكشي مشكله من تحت اظافيرك. ما صدقنا انت صالحنا امي وامك، نتخانق نحن. نشفتي لي ريقي، تعال بدي اشرب. لسه امبارح قفلت لي راسي من اخر مشكله صارت بيناتنا. معلومه ابوي، انت ايش فارقه معك؟
مشيت حالك مع مديرك، حكيت عن مديرك وعن رفقاتك، اما انا معلش خلي مديري يتمقطع فيني. خيرو اجلي هالموضوع للبيت، لانه بحب اقول لك انه الشارع ليس هو المكان الطبيعي لمناقشه قضايا عائليه. صدقت حالك مسكر؟ الحمد لله رب العالمين. يعطيك العافية يا أخ. لو سمحت البطاقة العائلية. شو عملنا؟ كنا عم نشرب مي. رجال وست ماشي باخر الليل، البخت متأخر. أعطي له عائلة البطاقة العائلية تبع العائلة البطاقة. بده بطاقة. تفضل. مين خيره؟ مرتي أم الخير. أنا أبو الهنا توكلنا، مكتوب أنا عندك. زوجتك هاي؟ نعم. ليش خايف؟ لا بس يعني لأنه ما عاملين شيء والشرطة لهم وهرة يعني. ماشي شرك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلتي؟ أين نتيجة الخناق بالشوارع؟ شرفي البيت. لك امتى بدكم تتعلموا النظام؟ تقطيع الشارع من هون ممنوع. يعني شو بصير له الشارع؟ بما الشافي إذا قطعناه من هون؟ يلا فوت الضحكة على السيارة امشي. لوين اخذينا؟ لوين بدي اخذوا اختي؟ بدي اخذوا على الشريطون، اخذوا على المقطع. خليها مرتي تجي معنا بس. ما بقدر اقعد بلاها. ما بسع السيارة، شرف معي. خيرو اركضي لعند امي، خليها تتصل بسميحة خانم. اوام الله. شرف معي. خيرو شرف. ابو لانا انا شغل. لك هلا وقتها جيب لي بقتلك تكنولوجيا. لك شلون خليته يعني ياخذوه؟ لساته مشغول. مرت عمي انا ما خليتهم ياخذوا، الشرطة اخذوا على السيارة وحطوا بالسيارة ومشيت السيارة، قمت انا ركضت وراهم ما لحقت، ركضت وما لحقت. ركضت ما لحقت. بلا ام الخير لا تخبي علي واحد ماشي بحاله، ليش ما تاخذوا الشرطة؟ احكي لي شو عملت؟ تاخذ مع حدا؟ مرت عمي عبالك ما تقتل مع حدا، بس اطلع الشارع عاد من قرنة ممنوعة مع انه ما حيطين ولا اشارة. قال مستعجل وقف لقلك مع مين عم تلت التاني على التليفون ما بعرف. لك ليك ما اخذوكي معه؟ مو ماشيين سوا؟ مرت عمي عبال لك هو فشخ وسبقني، لسه ما لحقته كان دق في الشرطي. دق في الشرطي؟ قولي على آمل قلبي عليك يا ابو لنا. لك ليكون من حكيه بالتلفزيون كنتي حاكم هو اخذ راحته، وانا قلت لحالي ليش تحكي له عم يحكي؟ ما دخل هي بهي مرت عمي، كنا ماشيين عم نتنقر يعني عم نتقاتل، عم فشخ وقطع الشارع قام دق في الشرطي يعني مسكه. عم تتنقر معناتها منك عميتي له قلبه، ما عرف حاله منين عم يقطع الشارع. بس بحياتي ما سمعت شرطة بتدق بواحد بس لأنه قطع الشارع. الله ونعم الوكيل على الاعلام. تم خياراي الشريمية اخذها للبيت، ما في نصيب. تفضل مد ايدك، مد ايدك. تفضل تفضل. شيء غريب. تفضل. استاذ انا ما اخذت. مو على راسي، وين احلى خياراي تأمر. استاذ هلا هو الحبس؟ انا هي اول مرة بالحبس. وانا مثلك يا اخي، صدقني طالع بامان الله ورايح لي ضوء الضغط لامي. انت عارف امرأة الدرويشية
بجيب كم كيلو قطايف بنساويهم للمسا بالبيت، وانا عم اقطع الشارع يا غافر لك الله دقوا فيني يا اولاد الحلال يا اولاد العالم يا اولاد الناس. طالع بالشحاطه خلينا نروح نجيب الصبار ونخبر العيله عشان يدبروا دواء الضغط لامي. لا تتعب لا جعبي لهون دافي ليش جعبي لهون. انا مدير تموين درع، مو شايفيني بالتلفزيون. ذاك اليوم عملوا معي مقابله، انا جاي بمهمه بشامبونات الرز، فهمته للشرطي عرفته على حالي ورجيته المهمه، لكن هون بالشام يا اخي ما في حدا لحدا. لا شو اللي بتغير؟ شو صاير بالعالم؟ انا يا اخي صار لي 5 سنين ما اجيت على البلد. حاكميني بألمانيا ما بتحس بالوقت انه كله شغل بشغل. لحال يا رجال شو صار لك؟ شو نسيت اهلك واخواتك؟ حاكم ابي وامي يعطوكم عمرهم 7 سنين. عيشوا يا اخي عيشوا. والله اسبوع يا جماعه ما نمت والنعم بيعينوا على بالي. اخذت اجازه وضبيت اغراضي واجيت. ما صار لي 24 ساعه واصل للبلد. رحت لزور قبر امي وابي بمبارة الباب الصغير. وانا وطالع دقوا فيني. لك لا في اشاره تمشي من هون ولا في اشاره تقطع من هون. لا شو بدي شحنني قميص وعم يشدني قال لي عساية يا رجل. استاذ هنيك انا اذا برفع علي دعوه بكسبها استاذ. لكن هنيك الشرطي بيضرب لك سلام، بيضرب لك سلام لما بيكون عم ينبهك على مخالفتك. مش شايفك استاذ هون ما في حدا لحدا. وحضرتك شو بتشتغل بألمانيا؟ بشتغل ببرد مجد الكمبيوتر استاذ. لك شغله ما بتتصدق من التلفزيون بدك امبارح جيت. طول بالك استاذ طول بالك، كلهم كم ساعة وبيمضوا، شو بكم؟ هي صار لنا 3 ساعات، هلا بنحط راسنا ومنا شغلة عارضة، ناكتة ما لها طعمة شغلة عارضة، شو بك استاذ؟ استاذ أنا هي ثالث مرة بدقوا فيه. ثالث مرة وما تربيت من أول مرة حضرتك؟ أنا شو دخلني استاذ؟ شو دخلني؟ مرة نازل من شيسي فاكتوريا، فات على سوق العتيق، بدي اجيب كيس انبوز، دقوا فيه، وأنا وطالع من سوق العتيق، معي انبوز كمان، طالع هيك على شيسي فاكتوريا، دقوا فيه، يعني أنا وطالع دقوا فيه، وأنا ونازل دقوا فيه، وهي ثالث مرة كمان فيني بدقوا. يلا شباب ورجال خذوا، هاي قانون السير، بلشوا احفظوا، قال الملازم بدي يسمع لكم، واللي ما بيحفظ ما بيطلع من هون لحتى يحفظ. سيادة الشرطي انا لا بعرف احفظ ولا بعرف اقرا. إيه خلي حدا يحفظك، انا ما دخلني، ما رح تطلع من هون لتحفظ. هون انا بحفظك. وانا بكره مسافر على المانيا، شو بدي فيه احفظه هذا؟ المانيا حرستها عزه مديره، انا ما دخلني، اساسا انت خص نص الملازم بده يسمع لك، يلا احفظوا. شباب شو بدكم؟ أنا أول مرة ضليت 7 أيام لحتى أحفظوا وسمعوا لي. شو الحكي؟ هي يعني شو عامل شو عامل؟ لا كان ينحلب ولا ينجلب. الله يرضى عليك، بركي تفوت له هالاكلات وبتشوف اذا عاوز شيء بده شيء قل لي. يا أختي عمل لك ممنوع، بعدين على شو خايفة؟ كل شيء موجود جوا، مثل ما عم قل لك، بكره الظهر بيكون عندك البيت، لا يشغل بالك، عم يحفظوا جوا. يحفظوه؟ طيب الله يرضى عليك، يعني هو ما في طريقة وسيلة يعني اسلوب تطالع لي؟ طالع لي انت شو خسران؟ طالعه الله يرضى عليك، الله وكيلك مو عامل شيء، سمعة هي سمعة لك حدا بينحبس بس لأنه قطع الشارع. قلت لك هذا النظام جديد، قطع الشارع من غير أماكن مخصصة للمشاة فيه 24 ساعة عارفين، عشان تعلموا الناس كيف يقطعوا الشارع. خيو ما تعلموا السيارات بالاول؟ إيه انا بعيني شفت شلون وقفوا لابو الهنا، الشرطي صفر لسياره اما وقفت. اختي اعطيني الاكلات لشوف، قلتي لي شو اسمه؟ ابو الهنا توكلنا، ما شفته اليوم بالتلفزيون؟ ما عندي تلفزيون، عندي مناوبة. شو وصيتك؟ اعطيه الاكلات، الله يرضى عليك. توكلي على الله خلاص. على مراتبك الهي شي شريطين زياده. الله يخليكي.
الباب الثالث السير على الطرقات. الفصل الأول المادة 2 جهة السير على جميع الطرقات هي الجملة. مادة 3 يجب أن يسوق ويقود كل مركبة سائر. مادة 4 على السائق على السير العادي أن يلتزم الجانب الأيمن من المكان الماء ومرئيا يلتزم التصرف في مثل هذه الحالات التالية. الله يوفقك. خذ سمع لي، الشني أنا ما بحفظ إلا إذا حدا سمعني. الله يذكرك بالخير يا عمي. بيكون داير قلبي علي هلا. هي كانت دائما تحفظني المحفوظات وقد ما عيد تحفظهم هي. أنا بسمع لك بس على شرط، بتسمع لي أنت كمان. بسمع لك وبسمع لي. هات لي شوف. اسألك ولا بتجاوب لحالك؟ لا أنا بحفظ بصم يعني بقول لحالي. يلا قول. الفصل السادس صنع الصناديق وتبديلها. المادة 151. المادة 151. لا يجوز صنع صناديق سيارات الركوب السياحية أو تبديلها، ولكن يجوز صنع ولكن يجوز لا لأني أنا حافظها على رأس لساني. اللهم صل على النبي. لا يجوز صنع لا يجوز. المادة 151. الفصل الثالث صنع الصناديق وتبديلها. لله والرسول لله والرسول لك شغله ما بتتصدق. طب يدفعوني غرامه، اما فوق منها يحبسوني يعطوني كتاب احفظه على الغايب. ايش وانا كمبيوتر؟ لا ولا شغله بتجنن. طيب وبركي اشتقت لاخواتها بجيبوا لعندي. احفظ لا تضيع وقت، لك بكره ما بيطالعوك. ها هلا اجى دورك. خذ سمع لي سيدي. يمنع من عم تقول زبط الكبار. انا اسلمنا شوي. هي جيتي لعندك من النظارة وانا اقول له للشرطي طالع لي. الله يخليك طالع لي. ما كان يطالع لي. قلت لحالي بيجي لعندك بركي انت بتطالعي لي يا سميحة خانم، مالي غيرك. طالعي لي يا سميحة. ايه مو على عيني على الاستراد يعني لك شوف انت علي عم تهز راسك مثل الحال والله ما فهمان شيء. انت مخك اسميك وانت شوفك انا بتنبأ لك مستقبل باهر. انت بحياتك ما رح تصير مشاط نظامي. بلو ما بتفهم هلكتني. اخي خذ اسألني. انا ما بحفظ بصم، اسألني وانا بجاوبك. الفصل الثاني المادة 16. المادة 16. المادة 16 اللي أول كلمة على شو؟ مشاة. على المشاة. على المشاة السير على الأرصفة والتقيد بالإرشادات التي تعين الأماكن المخصصة لاجتيازهم هذا الطريق، وعليهم ألا يقدموا على اجتياز الطريق قبل التأكد من عدم وجود أي خطر. شلون محفوظة؟ برافو عليك حافظة وصل. المادة 17. استاذ زكاة عيونك في شغله هون معنا انت حاجه تبربر بدنا نحكي مع الاستاذ. استاذ خليك معي بس شوي استاذ. في شغله هون ما عم تركب مخي. انا بدي افهم بس يعني شو دخل الايمان بقانون السير؟ هون استاذ شوف نط بس وطي لك وطي شوي. لا هي المؤمن وليس المؤمن. يخرب بيتك الحالة تبع شركات التأمين هي. بس ثاني لك وشو الفائدة؟ شو الفائدة إذا حفظنا نطلع من ساعة؟ أخي النظام شغلة ما بتنحفظ. لما بيكونوا الكل نظاميين بتكون أنت نظامي. تعرفها هي؟ لأنه النظامي بيقولك بيخلق من الصغر معك. بألمانيا ما بتسترجي تكون مو نظامي. ها؟ لأنه الكل بيطلع فيه بتبين. الكل بيطلع فيك وبيستخرج. شغلة مو بالزور هي، مو بالزور بنوم ولا بالعصب. والله يا أستاذ حضرتك كلامك يعني دولار. قل له لحضرة الملازم هالكلام. أنت روح له. وننظر وهكذا. داخلي منك انت مخك غليظ تخين. لكن حفظني انا حل عني. حفظني انا داخلي منكم. استاذ بعد اذنك تفضل تعال.
شوف استاذ، احكي معك كلمتين املي الكتاب. انا برايي لا تحفظ ولا على قلبك. والماده 151 طول بالك، بلا 151 بلا 167. المره الماضيه مرتين السابقين اللي بعطوني فيهم دقوا فيه وقت الانبوز والجسر، لا كان في حفظ ولا كان في من يحزنون. بعدين يعني ما في قانون بيلزمك انه انت تحفظ على الغايب، ما في. هذا الملازم انا بقول لك شو صاير معه، ضايق خلقه، عرفت شلون؟ انا جايبنا عم نتسلى فينا، هيك اللي صاير. لا يعني والشغله اللي انا ما افهمها انه قانون السير معمول للي عندهم سيارات، نحن شو دخلنا؟ مسكليت معنا نحن. ماده 151 ولك حفظتي يا ولك؟ لا